السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت عرفنا ليه احنا بنستخدم دوائر الهواء المضغوط في الفرامل. النهارده بقى ان شاء الله باذن الله هنبتدي ناخد الدايره بتاعه الهواء المضغوط دي، إيه المكونات بتاعتها، وفي الحلقات اللي جايه هنبتدي ان احنا ناخد كومبوننت كده ونعرف كل حاجه عن الكومبوننت ده. وزي ما قلت لك الدايره اللي انا هديها لك دي حتى لو كانت سيمبل، حضرتك بعد كده تقدر ان انت يبقى معاك الاساس وتعمل ابجريد زي ما انت عايز وتحط الاضافات اللي انت عايزها على حسب الموديل اللي انت هتشتغل فيه. فيلا بينا النهارده ان شاء الله نشوف اول مكون من المكونات اللي موجوده عندنا في دوائر النيوماتيك الخاصه بفرامل الجرارات والمقطورات، حضرتك اللي هو الكمبريسور. دي بقى الدايره تمام اللي احنا هنشتغل فيها ان شاء الله باذن الرحمن. وزي ما قلت لحضرتك ان احنا هنمسكها مكون مكون ونبتدي ان احنا ندرسه. فاحنا النهارده هنتكلم اول حاجه عن الكمبريسور. ده حضرتك الرمز بتاع الكمبريسور بتاعنا. وانا عايز اقول لحضرتك بقى ان الرموز اللي موجوده في هذه الدايره مش ستاندرد خالص، بدليل حضرتك ان الكمبريسور بتاعنا ده المثلث اللي هو الخاص عندك هنا ده اللي انا هشاور عليه. المثلث ده اللي هو بيقول لك ان ده الاوتبوت بتاع الروتيشنال ديفايس بتاعي، لان ده حضرتك هيكون آلة دوارة، والآلة الدوارة دي بيبتدي يبقى ليها خرج اللي هو الهواء المضغوط. حضرتك عارف ان هو في دوائر النيوماتكس بيبقى يا فندم بيبقى المثلث ده مفرغ، وفي دوائر الهيدروليك تمام بيبقى المثلث ده مظلل. فمبدئيا كده هو راح بادئ القصيده كفر وراح مظلل لك المثلث ده. فطبعا دي مش بامب، دي ايه يا فندم؟ ده كومبريسور. فاحنا مش بتوع مخلل يعني، بس ماشي تمام. احنا عارفين ان ده كده شكله هو شكل الكمبريسور، والمفروض حضرتك ان المثلث ده يكون مفرغ مش مظلل باللون الاسود. الحاجه الثانيه حضرتك هتلاقي تمام ان هنا في شافت، ومعنى كده تمام ان الكمبريسور ده هيبتدي ان هو ياخد الباور بتاعه من حاجه ثانيه بتلف، وهنشوف الكلام ده ان شاء الله باذن الرحمن على ارض الواقع. والحاجه الثالثه اللي انا عايز اقولها لك ان طبعا ما فيش اي سهم يقول لك ان الكمبريسور ده فيريبل ديسبيسمنت، بل هو فيكسد ديسبيسمنت. طيب ده كده اول عنصر موجود عندنا في الدايره اللي هو الكمبريسور او الضاغط. والضاغط ده تصنيف بسرعه كده بينتمي الى عائله الضواغط التردديه، والنوع بتاعه هو بيستون كومبريسور، اي انه ضاغط مكبسي. وطبعا اللي موجود عندك هنا في المعده ده بيبقى موجود فيه 2 سلندر باثنين مكابس، واحد فيهم بيكون فيه شوط السكشن والتاني بيكون فيه شوط الدليفري. علشان خاطر حضرتك ايه يا فندم؟ علشان خاطر اقلل من العيب الخطير اللي بيبقى موجود في هذه العائله من الضواغط. ايه العيب الخطير الموجود عندك؟ ان حضرتك الضواغط دي تمام بتديني حاجه اسمها intermittent flow، اي انه فلو متقطع. يعني حضرتك لما هتيجي تحل خرطوم خارج الكمبريسور هتلاقي الكمبريسور ده عمال يطلع تمام الهواء دفعات كده ورا بعضها. طيب علشان خاطر اتغلب بقى على هذا العيب، يا اما حضرتك ان انا ازود عندك عدد الاسطوانات اللي شغاله زي ما حضرتك شايف، او حضرتك ان انا اخد الخرج بتاعه وابتدي ان انا ادخله على خزانات وتنكات زي حضرتك مثلا اللي انا هوريها لك دي دلوقتي حالا. بص اهو ادي عندك خزان هواء اهو تمام. وبالتالي بقدر ان انا اخزن عندك كميه من الهواء داخل هذا الخزان، واللي هيطلع عندك هنا من الخزان هيكون ايه يا فندم؟ هيكون continuous flow، اي انه فلو مستمر. طيب الباور بقى اللي بتخش عندك هنا كانبوت للكمبريسور بتاعنا ده هتكون جايه منين؟ هتكون جايه من المحرك بتاعنا زي ما حضرتك شايف، ادي المحرك اهو. وحضرتك شايف كده الكمبريسور بتاعنا بيكون راكب عندك هنا دايركتلي على مين؟ على الحدافه بتاعتنا. فوانس ان عندك هنا المحرك بتاعك داير والحدافه بتدور، فبتلاقي عندك هنا ان الكمبريسور الكرانك بتاعه بيبتدي ان هو يلف، وبالتالي البساتم ايضا بتاعه الكمبريسور هتبتدي ان هي تطلع وتنزل وتعمل لك المشاوير بتاعه السحب والمشاوير بتاعه الطرد. تمام كده؟ طيب كان زمان بقى بيعملوا ايه؟ كان حضرتك المواتير بتاعتنا كانت مواتير انلاين تمام، على طرمبه عاده بجريده مسننه تمام، وكان ليها حضرتك اكتويتور. الاكتويتور ده كان بيبقى حضرتك واخد الفيدباك بتاعه، هو كان منفاخ كده، بياخد الفيدباك بتاعه من ايه يا فندم؟ من شحن خزانات الهواء تمام. فلما يلاقي خزانات الهواء فاضيه تمام يبتدي ان هو هذا المنفاخ اللي موجود عندك بيكون حجمه قليل، فتلاقي المكنه استرعت في بدايه الدواره لحد ما تشحن لك الخزانات. اول ما الخزانات عندك يبتدي
الشحن فيها يعلى، يقل عندك هنا الار بي ام بتاع المكنه. طبعا انا شايف ان الموضوع ده يتساب مانوال عادي جدا للسواق، هو حر، لو عايز يشحن هواء براحته على مهله، لو عايز يشحن هواء سريع هو اللي يبقى دايس على دواسه الاكسلراتير، مش المكنه اللي تعملها اوتوماتيك بشكل ميكانيكي. على فكره احنا ممكن نعملها اوتوماتيك كهرباء، بس انا افضل زي ما قلت لك ان الموضوع يكون مانوال تحت رغبه السواق. طيب تعالى بقى سيادتك نتكلم على الوصلات اللي هتبقى موجوده على الكمبريسور. اول حاجه حضرتك نتكلم على الهواء، تمام. طيب مبدئيا كده حضرتك ده الخرطوم اللي هو بتاع السحب، ده السكشن اللي الكمبريسور بيبتدي ان هو يسحب منه الهواء، وزي ما حضرتك شايف كده بيبقى راكب على الوش، تمام، بتاع الكمبريسور، لان عندك هنا الكمبريسور ده بيبقى ليه عادي جدا بلوكه، تمام، السلندرات بتبتدي ان هي تطلع وتنزل فيها، وبيكون في عندك هنا الوش اللي موجود من فوق ده حضرتك اللي هو البوابه والبورتال اللي الكمبريسور ده بيتصل بيها مع العالم الخارجي اللي هي المكنه اللي بيخدم عليها. فهتلاقي حضرتك هنا ان خط السحب ده تمام جاي عندك من فين بقى يا فندم؟ بص امشي كده اهو مع خط السحب، احنا ماشيين عندك هنا مع خط السحب، امشي معاه اهو، ده خط السحب اهو، تمام، عشان ما تتوهش مني اهو، هذا الخرطوم، تمام، امشي امشي امشي، تمام. دخل راح فين يا فندم؟ دخل عندك هناك على مين؟ على، تمام، فلتر الهواء اللي هو اوريدي بيدي، تمام، الهواء للمحرك بتاعنا. فهو ايه بقى؟ بما ان احنا فلترنا الهواء والهواء ده رايح عندك كده للموتور، فالكمبريسور الغلبان بتاعنا ده هيقول له ايه؟ بعد اذنك بس بعد ما فلترت الهواء هاخد منك بس ايه؟ هاخد منك وصله، اخد هواء متفلتر علشان خاطر الكمبريسور بتاعنا ده ما يزعلش، تمام كده. يبقى ده دخل الهواء. طيب حضرتك بص معايا كده على الخرطوم الثاني، الخرطوم الثاني ده حضرتك هو الخرج او الاوتبوت بتاع الكمبريسور بتاعنا. طيب الخرج ده حضرتك لو انت مشيت مع الضفيره هتلاقيه بيروح لفين يا فندم؟ هتلاقيه بيروح عندك هنا للمكون اللي هنشرحه المره الجايه ان شاء الله، اللي هو مين يا فندم؟ اللي هو الدراير اللي موجود تحت عندك هنا، الدراير بالسيفتي. يبقى ده كده دخل وخارج الهواء. طيب في حاجه ثانيه كده في سعادتك الوصله دي كده، تمام، امشي معاها، اللي جايه من هنا اهو، بحاول ان انا اوريك يعني، تمام. بص كده اهي، ادي عندك هنا في وصله، تمام. لو احنا جينا مشينا عندك هنا مع الوصله دي هتلاقيها هي دي، تمام، امشي معاها تاني هتلاقيها هي دي، امشي معاها تاني هتلاقيها هي دي، تمام، امشي معاها تاني هتلاقيها داخله عندك هنا على وش الكمبريسور. ايه ده يا فندم؟ ده حضرتك وصله ميه تبريد، علشان خاطر الكمبريسور بتاعنا ده لازم ان انا ابرده، تمام، لازم ان انا ادخل له ميه، تمام، تبتدي ان هي تبرده. وحضرتك الاوتبوت بتاعه، تمام، اللي هو هيكون من نقطه 92 دي، تمام، من على الوش برضو بتاع الكمبريسور، بيبتدي ان هو يطلع يخش عندك هنا في هذه الوصله. الوصله دي على مين يا فندم؟ الوصله دي على مبرد الزيت بتاع المكنه بتاعتنا، تمام كده. بص كده سيادتك اهو، ادي عند حضرتك هنا ده الدخول، وادي عند حضرتك هنا ده الخروج، فجمع عندك هنا خرج مع خرج، وراح واخده عندك هنا ايه؟ وراح واخده في هذا الخرطوم، تمام كده. يبقى اذا حضرتك انا لازم ابرد الكمبريسور بتاعي ده، علشان خاطر حضرتك دي معده ميكانيكيه في خلاصات، وهذه المعادن ليها معامل تمدد معين، وشغاله عندك هنا على رينج حراره معين. لو زودنا عن كده هنبتدي ان احنا نزعل كلنا ونعمل ديفورميشن في الماتيريال بتاعتنا. طيب في برضه حاجه مهمه جدا 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 هحاول ان انا اوريها لك، تمام، هحاول ان انا ادخل الكاميرا عندك هنا جوه علشان خاطر تشوف، لان دي واصله في غايه الاهميه. بص يا فندم اهو، تمام، شايف حضرتك كده في طبة ميه، تمام، تحتها صدى، تمام، وتحت طبة الميه دي، تمام، هتلاقي حضرتك ان في، هتلاقي حضرتك هنا ان في وصلة زيت جايه من العصب الرئيسي بتاع المكنه بتاعنا داخل على الكمبريسور، علشان خاطر يعمل لي عمليه التزييت لهذه الاجزاء الميكانيكيه المتحركه. وهتلاقي الاوتبوت بتاع الزيت طالع عندك هنا من الكارتير بتاع الكمبريسور رايح للكارتير بتاع الموتور بتاعنا، تمام كده. يبقى اذا دي ايضا، تمام، التزييت خطير جدا علشان خاطر احافظ على الاجزاء الميكانيكيه المتحركه. الحاجه الثانيه علشان خاطر اخد برضو الهواء اللي طالع ده يبقى فيه نسبه زيت ومتزيت، علشان خاطر يقدر ان هو يزيت لي كل البلوف والحاجات اللي هتبقى موجوده عندنا في الدايره بعد كده، فما اضطرش ان انا استعمل لوبريكيتور في هذه الدايره النيوماتيكيه. تعالى بقى نشوف دلوقتي سعادتك ازاي اتاكد ان الكمبريسور بتاعي ده شغال وفعلا بيكبس هواء. مبدئيا كده كل العربيات دلوقتي بقى فيها ترانسديوسرز، والترانسديوسرز دي بتبتدي ان هي تقرا شحن الازايز بتاعه الهواء، تمام، اللي هي خزانات الهواء يعني.
فزي ما حضرتك شايف كده هو بيقول لك والله ان في عندك هنا 2 ترانسديوسرز، وبعتين عند حضرتك هنا واحد باعت 4.9 بار والتاني باعت 4.8 بار. طبعا هو بعت عندك هنا فولتج، وحضرتك اخدت الفولتج ده تمام، عملت له عمليه معايره جوه الكارته بتاعتك، والكارته قدرت ان هي تطلع لك الكلام ده كديجيتال، كرقم ديجيت زي ما حضرتك شايف كده قدامك. فحضرتك هتعمل ايه؟ هتدور تمام، تدخل الكمبريسور معاك في الموضوع. وانس ان حضرتك العربيه بتاعتك دارت اهي، هتلاقي حضرتك هنا ان الكمبريسور بيبتدي ان هو يدفع هواء، فهتلاقي ان امبيرات الهواء عندك ابتدت ان هي يا فندم تغير اللون بتاعها من اللون الاحمر الى اللون الابيض. يعني معنى كده ان انت داخل في حيز الاوبريشن، وكل ما حضرتك ما تزود جاز زي ما قلت لحضرتك، ار بي ام الموتور بيعلى، ار بي ام الكمبريسور بيعلى، اشواط السحب والطرد عندك هنا بتزيد، وبالتالي تقدر حضرتك ان انت تشحن دايره الهواء بتاعتك بشكل اسرع. تمام؟ طيب افرض حضرتك عملت كل هذه الاجراءات ولقيت برضو ان الارقام دي عندك صغيره ومش بتزيد، اعمل ايه؟ باختصار شديد جدا، بص حضرتك هنا هتلاقي فيه جزن بول اهم. تمام، ادي عندك واحد وادي عندك الثاني، دول ايه وايه يا فندم؟ دول حضرتك اللي جاي عندك هنا من الكمبريسور ودخل عندك في الدراير، تمام، واللي طالع عندك من الدراير. طيب حلو، انا همسك بقى اللي جاي عندي من الكمبريسور وهبتدي ان انا احله، وبعد كده هحاول ان انا اسده بايدي. تمام كده؟ طيب حضرتك والله لو قدرت تسده بايدك مثلا لمده 10 15 ثانيه، معنى كده حضرتك ان الكمبريسور بتاعك ده هجاص ومش بيطلع اي هواء مضغوط. انما حضرتك لو ما قدرتش تمام تسده باستخدام ايدك، فطبعا تمام هيبقى قوه الكمبريسور الميكانيكيه هتبقى اقوى بكتير جدا كتربو ماشينري من العضلات بتاعت حضرتك، والهواء المضغوط هيبتدي ان هو يزق ايدك بعيد. فاذا اختبار الكابس ده انت بتعمله بايدك، اسد، قدرت اسد يبقى الكمبريسور تعبان، ما قدرتش اسد يبقى الكمبريسور سليم. طيب لو الكمبريسور بتاعي شيع بقى، اشك في ايه او ايه عموما المشاكل اللي ممكن الكمبريسور ده ان هو يعملها لي؟ رقم واحد، طبعا حضرتك عارف ان الكمبريسور ده تمام شغال عندك على بساتم، فاكيد البساتم دي ليها يا فندم ليها شنابر، فحضرتك ممكن يكون الكمبريسور ده جايب طقم شامبر، ده رقم واحد. فلو طقم الشامبر عندك هنا في مشكله تمام، يبقى اذا المشاوير دي كلها رايحه على الفاضي. رقم اتنين، حضرتك الوش ده بيكون فيه بلوف، وهوريها لحضرتك صوره ان شاء الله باذن الله على الباوربوينت. ليه؟ ازاي البلوف اللي بتبقى موجوده عندك هنا في الوش، بلوف السحب والطرد دي شغاله. لو حصل عندك هنا مشكله في تمام هذه البلوف تمام، وعندك هنا مثلا البلف بتاع الطرد مثلا بقى عندك هنا بارشلي اوبن، او البلف بتاع السحب بقى بارشلي اوبن ايضا، تمام، فاذا هيعمل لك ايضا مشكله عندك هنا في الكمبريسور. تمام، حاجه مهمه جدا، شايف حضرتك هنا كده تمام، في ايه يا فندم؟ في عندك هنا وصله حقيره، وصله هواء. الوصله دي لازمتها ايه يا فندم؟ دي علشان خاطر بتفعل بلف اسمه بلف الانلودنج. حضرتك لو الضغط عندك هنا في الدايره زاد، في سيفتي صحيح، انما في عندك هنا فيدباك جاي للكمبريسور علشان خاطر يخلي البورت بتاعه السكشن، البورت بتاعه الدليفري اللي هي البورت بتاعه الطرد، يعني فتحه الطرد ترمي مره ثانيه على فتحه السحب. طب انا كده عملت ايه؟ انا كده تمام عملت عمليه تحييد، حيدت الكمبريسور بتاعي، عمال يسحب ويضغط يسحب ويضغط، بس اللي بيضغطه بوديه للسحب مره ثانيه. فاذا الانلودر ده ايضا ممكن يعمل لك مشكله ويخلي الكمبريسور بتاعك ده كانه تمام مش شغال معاك. فبرضه بلف الانلودر ده تمام مهم جدا، والفيدباك اللي جاي ده لازم تبقى واخد بالك منه. طيب هل في مشاكل تانية غير عندك المشاكل بتاعه الشحن؟ البتاع ده بارد قوي الصراحه، وبيعمل شويه مشاكل رخمه برضه. اولا زي ما حضرتك شايف كده، انت عندك هنا في وش تمام، وعند حضرتك هنا في بلوكه، علشان خاطر اربط ميتال على ميتال لازم احط في النص جوان. الجوان ده بقى رخم جدا، لان حضرتك ممكن رقم واحد يخلي عندك هنا الكابس بتاع الكمبريسور تمام يروح عندك في دايره الميه، تمام، يبقى اذا يعمل لك مشكله شبه تمام الجوان وش السلندر بتاع الموتور شخصيا. يبقى اذا ده الجوان بتاع الكمبريسور ده حضرتك ممكن ان هو تمام يبتدي يهرب برده كابس بره. فاذا الجوان ده يعني بيعمل لك شويه مشاكل رخمه قوي، زي ان انت تدخل كابس في دايره الميه، زي حضرتك ان انت تهرب كابس بره، بس هيبقى واضح قوي لو انت تمام هربت عندك هنا كابس بره زيه تمام زي عندك الجوان بتاع وش السلندر للمحرك بتاعك.
بص حضرتك كده الرسمه اللي قدام منك دي، زي ما انت شايف كده في عندك هنا البيستون بتاعك، تمام. وزي ما حضرتك شايف ايضا في الكونكتنج رود، والكونكتنج رود ده اكيد هيبقى متصل عندك مع مين تحت؟ مع الكرانك شافت. وبالتالي حضرتك الكرانك شافت اللي هو اصلا تمام اخد عندك حركه دائريه من الحدافه بتاعتنا، حول عندك هنا تمام عن طريق الكونكتنج رود هذه الحركه الدائريه الى حركه تردديه خطيه. فهتلاقي حضرتك ان البيستون بتاعك ده طالع نازل، فهو نازل بيعمل عندك المشوار بتاع السكشن اي مشوار السحب، وهو طالع عندك بيبتدي ان هو يعمل المشوار بتاع الدليفري اي المشوار بتاع الطرد. تمام كده؟ طيب بص بقى، ده اللي انا قصدي عليه. حضرتك هنا اللي باللون الازرق الغامق ده حضرتك البلوكه بتاعه الكمبريسور بتاعتك عادي جدا، بينما حضرتك اللي باللون اللبني اللي من فوق ده تمام هو ده الهيد تمام بتاعه الكمبريسور بتاعنا او الوش بتاع الكمبريسور بتاعنا. فهتلاقي حضرتك هنا ان في مجاري تمام، هذه المجاري لدخول الهواء وخروج الهواء من الاسطوانه تمام، وهذه المجرى زي ما حضرتك شايف كده بيبقى راكب عليها صمام. تمام. طيب بص حضرتك هنا، والبيستون بتاعنا ده نازل لتحت، نازل لتحت، يعني حضرتك هنا تمام الحجم بيبتدي ان هو بيزيد. وانس ان الحجم عندك هنا يزيد في علاقه عكسيه عندك مع الضغط، فالضغط يبتدي ان هو يقل، فتلاقي حضرتك هنا ان عندك الصمام بقى بتاع السكشن او بتاع الدخول بيبتدي ان هو يتشفط لتحت علشان خاطر يسمح للهواء ان هو يدخل عندك هنا. تمام. فاذا الميكانيزم عندك هنا بتاع الصمام سمح تمام للهواء ان هو يبتدي يدخل عندك جوه الغرفه، لحد ما حضرتك ما البيستون بتاعنا ده تمام يبتدي ان هو يوصل عندك الى البوتوم ديد سنتر، وبالتالي حضرتك السكشن اكشن بيبتدي ان هو خلاص ينتهي. تمام. وبالتالي بيبقى عندك هنا هذا البلف بتاعك بيبتدي ان هو يقفل الفتحه بتاعه السكشن. وانس ان حضرتك البيستون بتاعك بقى بيبتدي ان هو يطلع لفوق، معنى كده ان الحجم ده تمام بيبتدي ان هو يقل، معنى كده ان الضغط عندك هنا بيزيد، وبالتالي الضغط عندك هنا لما بيزيد بيقفل عندك هنا، بيعمل سيلينج، بيعمل احكام عندك للبلف بتاع الدخول، ويبتدي ان هو يزق تمام البلف بتاع الخروج اللي الميكانيزم بتاعه بيسمح له تمام ان هو يفتح عندك هنا لبره، وبالتالي يطلع عندك هنا الهواء المضغوط تمام، ويبتدي يروح عندك في السكه بتاعه الدراير، ومن بعد الدراير يتخزن عندك هنا في الاسطوانات. تمام كده؟ يبقى وانس ان حضرتك ان هو وصل عندك هنا الى مشوار التوب ديد سنتر، يعني حضرتك هنا انتهى الشوط عندك بتاع البامبنج او الشوط بتاع الكومبريشن، وبالتالي تمام البلف بتاعك ده بيقفل. يبقى اذا حضرتك وانا بعمل كومبريشن تمام الميكانيزم بتاع صمام الدخل بيبتدي ان هو يقفل، وانا بعمل سكشن تمام شايف حضرتك مقعد البلف عامل ازاي؟ المفروض وانا بعمل سكشن تمام البلف ده علشان خاطر يفتح لتحت، لا ده انا بعمل له سيلينج اكتر تمام، وببتدي ان انا اقعده على المقعد بتاعه اكتر. يبقى اذا وانا بعمل سكشن تمام بيبقى اللي فاتح بس هو بلف السكشن، بينما بلف الدليفري بيبقى معمول له سيلينج، وانا بعمل دليفري تمام بلف السكشن بيبقى معمول له سيلينج ومقفول قوي، وبلف الدليفري هو اللي بيبتدي يفتح معايا. فاذا دي خطيره جدا ونقطه مهمه قوي. طيب حضرتك بقى ساعات يروح عامل ايه؟ يروح حاطط لك عندك هنا في النص تمام البلف اللي هو بتاع الانلودنج. تمام. البلف بتاع الانلودنج ده في الطبيعي هيكون قافل السكه كده، فاللي انت عندك هنا بتاخده من فتحه الدليفري تمام اهو، بدخله عندك على البلف بتاع الانلودنج، واروح جاي مطلعه على الفتحه بتاعه السكشن مره ثانيه. طيب علشان خاطر ده يفتح محتاج ايه؟ بيبقى محتاج عندك هنا سيجنال، السيجنال دي بتجيلك عندك هنا من الماسوره اللي انا وريتها لك تحت على الكمبريسور بتاعنا. فوانس ان حضرتك السيجنال دي جت، السيجنال دي جايه منين؟ ان عندك هنا الخزانات اتملت وكفايه كده يابا تمام، علشان خاطر احنا مش محتاجين هواء اكتر من كده. فبيبتدي عندك هنا ياخد اللي طالع من الدليفري، يبتدي ان هو يعديه لان ده فتح خلاص بقى، يبتدي ان هو يعديه ويدخله على السكشن مره ثانيه، واعمل عمليه ريكمبريشن لكميه معينه من الهواء. طبعا دي ليها عيب طبعا، ان انت تكرار تمام ضغط كميه معينه من الهواء هيعلي من درجه حرارتها وهيسخن الكمبريسور بتاعك. خلاص طبعا
الكلام ده مش بيلحق يحصل، يعني انت مش هتكرر العمليه دي تمام، مش هتعمل لوبنج للموضوع ده الى ما لا نهايه، لا طبعا ايه، لان انت هتبتدي تستعمل الفرامل وبالتالي الهواء في الخزانات عندك هيبتدي ان هو يقل او السيفت يفتح او وات ايفر تمام. في هذه العمليه عمليه الانلودنج تمام مش هتحصل طول الوقت، انما هتحصل في حاله تمام الزياده عن حد معين، وعلى حسب بقى الظبطه بتاعه سوستة بلف الانلودر اللي موجود عندنا. انا كده تمام لميت لك الموضوع كله، اتمنى حضرتك تكون فهمت. اقابل حضرتك ان شاء الرحمن في المكون اللي جاي اللي هو مين يا فندم؟ اللي هو الدراير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.